تعالوا هقول لكم على حاجات مفيدة هنا في الفيديو أحسن من التقليب ده. تمام. مين هي أول طبيبة مصرية؟ تعرفوها؟ لا طبعا ما تعرفوش حاجة. تمام. أول طبيبة مصرية هي هيلينا سيداروس. إيه قصتها بقى هيلينا سيداروس دي؟ هيلينا سيداروس اتولدت 1904، اتولدت في طنطا محافظة الغربية. درست الابتدائية في الفترة دي، وبعد كده التحقت بالقسم الداخلي مدرسة الثانوية بنات، وبعد كده التحقت بكلية إعداد المعلمات، وهي في آخر سنة تانية ودوها بعثة للندن لنتيجة لتفوقها، كانت سنة 1922. تخصصت ايه في البعثة دي؟ تخصصت في الرياضيات. تمام. بعد كده بقت من الأوائل على طول هي في الدراسة في إنجلترا. التحقت بعد كده بمدرسة الطبية، درست الطب، خلصته، تأهلت اللي هي تشتغل دكتورة 1930. رجعت مصر، اشتغلت في مستشفى اسمها كيتشنر في ذات التوقيت، وكانت أول طبيبة تفتح عيادة خاصة بيها نسا وتوليد. ده ما كانش فيه نسا، كانوا بيسموها توليد. تمام. وعملت عمليات كتيرة في المستشفى القبطي، واستمرت على الوضع ده لغاية ما تمت ال70 سنة. لما تمت ال70 سنة بقى تعبت بقى خلاص، قالت كفاية بقى كده قوي. راحت تفرغت، قدمت استقالتها، رمت لهم الاستقالة، واشتغلت في القصص الأطفال، تفرغت تماما. بدأت بتكتب في قصص الأطفال لغاية وفاتها سنة 1998.